الحسن البصري رحمه الله يقول، اسمع لهذه المقولة العظيمة، يقول: إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن. أنت لما تقول الله أكبر ويبدأ يقرأ في الفاتحة، إيش يصير؟ ما يصير بينه وبين الله مناجاة؟ إيش الدليل؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. مالك يوم الدين، يقول الله سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيني وبين عبدي. فيقول هذا العبد وهو يصلي بين يدي الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله عز وجل: ولعبدي ما سأل. يا غالي، يا حبيبنا، نأتي إلى الرجل الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. الله سبحانه وتعالى يا أحبابي يقول جل وعلا في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي وقت محدد. يقول العلماء في وقت صلاة الفجر من خروج الفجر الصادق إلى شروق الشمس. يأتي بعض الناس الآن لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد الظهر. والله يا أحبتي في الله، بعضهم يصلي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء في وقت واحد، ثم بعد ذلك ينام، نسأل الله العافية والسلام. هذا أحذره وأنذره بوعيد الله سبحانه وتعالى له في سورة الماعون. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: ومعنى ساهون أي غافلون. لا يصلي هذا الرجل الصلاة